وحلقه جديده من الشغل التجاري ابو فلوس. بص بقى يا سيدي، انا شايف طالما محور الكامبين الكامله جايه معاك باستفاده فانا مكمل، وتعالى بينا نشوف. النهارده هنعمل الشغل ده لاكسبشن، واكيد انت عارفه كويس، وكالعاده مش هنعمل ديزاين ولا 2 ولا 3، ولكن الاهم من العدد هو انك تبقى مركز لي جدا، علشان هنقول كلام مهم يسوى تقريبا بتاع مليون جنيه عادي على فكره، محدش هيراجع وراه. المهم يا سيدي، قبل ما اخد هناك ما تنساش انك تصلي على النبي، علشان ان شاء الله اللي جاي زي ما قلت لك هتبقى حاجات قويه جدا. لايك، اشتراك، كومنت تشجيعي، ويلا بينا. طيب بص بقى يا سيدي، بناء الكامبين المره دي هتكون مختلفه شويتين عن المرات اللي فاتت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بنيت الكامبين كلها على السلوجان. يعني لما جيت اشتغل دلوقتي حاجه قلت خلاص انا هبتدي اعمل سلوجان مثلا، او هعمل تايبو بالقلم، ثم بعد كده هبدا ابني الفكره عليه. فقمت جايب زي ما قلت لك ان انا دلوقتي بشتغل بالجرافيك تابلت اللي هو الاكس بي بن. ممكن اسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت عادي. واتفقنا ان احنا بنبدا كل اللي بنعمله بنروح للبراش تول التقيله، ثم بعد كده بختار اللون الاسود، ثم باجي عند الرقم ده بخليه 100%، وشكرا هنا بقى جاهز ان انا اكتب عادي جدا. طيب الجمله عباره عن حلوه كفايه، فانا هبدا اضم النقطتين دول على بعض لو انا عايز اخلي البراش تكتب بشكل معين، ثم بعد كده ببدا اكتب كل حرف فلاير لوحده مثلا بالشكل ده زي ما انت شايف كده اهو، ثم بعد كده حرف اللام بالمنظر ده. وطبعا الموضوع ده انا شرحته كتير قبل كده، فانا هشتغل سريعا معاك الطريقه، ثم بعد كده هسيب لك الجمله تكون جاهزه عادي جدا اهو. تمام، ببدا اعمل كل حاجه لوحدها فلاير. وهنا مثلا ببدا اعمل الواو كده بالشكل ده، وبعد كده ببدا الحمها بالطريقه دي، والتاء المربوطه هنبدا نعملها بالشكل مثلا ده، وهكذا لحد لما بخلص الجمله بالطريقه دي. طبعا انا قلت لك قبل كده ان فكره انك تعمل فونت مختلف او طيب مختلفه حاجه بعيدا عن الحاجات اللي اتهرست قبل كده، فدي بتخلي العين تبقى منجذبه اكتر من الحاجات اللي خلاص اتهرست بقى، فهمتني؟ فهتيجي في الاخر تلاقي الجمله معاك اهو بنفس الاسلوب اللي انا وريتهولك دلوقتي حالا بالشكل الجميل ده. طيب كلام محترم. دلوقتي انا مثلا عملت الجمله على بعضها كده، وزي ما انت عارف ان نظام الفوتوشوب بيديك الجمله بالبكسل، فانت علشان تحولها لفيكتور كل اللي بتعمله انك بتروح للإليستريتور وبتبدا تديله الجمله عادي، وبتبدا تيجي هنا اهو وبتختار السكتش ارت، فبتبدا تاخدها تاني من الإليستريتور بتلاقيها فيكتور بدون اي بكسله نهائيا. طيب اللي هيحصل بعد كده ان انا خلاص حلوه كفايه دي، احنا بنتكلم هنا عن الحلويات، فقلت اوكي خلاص نشتغل على الحلويات الشرقيه مثلا. فبص بقى يا سيدي، بكل بساطه لو رحت لجوجل ترجمه وابتديت تكتب حلويات شرقيه بالشكل ده، وابتديت اروح معاك للشطر ستوك مثلا، وابتديت اعمل سيرش على الجمله دي، من هنا هيبدا يفتح لك حاجات قويه جدا جدا بالشكل ده. اول صوره معايا لقيتها الصوره اللي قدامي اللي بالشكل ده، ابتديت اعمل لها داونلود وابدا اشتغل عليها. ممكن تجيب الصور بتاعتك من اي مكان براحتك. تمام. طيب حلويات يعني لازم هشتغل على براند يكون معروف، واكسبشن من الحاجات المشهوره ومن الحاجات اللذيذه اللي ممكن تشتغل عليها. فكان لازم بعدها ابدا اروح للبيج بتاعت اكسبشن او اروح للويب سايت بتاعتهم علشان ابدا اشوف الهويه البصريه بتاعتهم ايه، وبناء عليها هبدا اشتغل الالوان بتاعتي من نفس الوان الهويه. طيب بكل بساطه لو رحت للبيج بتاعتهم، لو جيت فتحت اللوجو هنا هتلاقي اللون اللي هو قدامك ده، فاوكي خلاص هنبدا نشتغل نفس درجه اللون. ممكن اخد نسخ للصوره، ابدا اروح للفوتوشوب وابدا افتح مقاس اللي هو هيكون المقاس العرض شويه، وقلت لك انا بحب اشتغل المقاس ده علشان ده مقاس الصوره المصغره عشان بخلص وارفع الديزاين على طول. لو انت حابب تشتغل المقاس المربع، واحنا كده كده هنشتغل المقاس المربع مفيش مشكله. فخلينا دلوقتي هبدا احط كده اللون اهو بكنترول في، وهبدا اختار من هنا السوليد كلر، وهبدا ادوس كليك علشان ابدا اخد درجه اللون. فزي الفل قوي هبدا اخلي اللوجو يبقى فوق بالمنظر ده. طيب هبدا اجيب الصوره معايا واقصها بالشكل اللذيذ قوي ده، ومن هنا ممكن نبدا نحط درجه لون تانية تكون مع درجه اللون دي تبقى مناسبه مع الموضوع ويبقى برضو شكلها حلو. فابتديت اروح للدرجه اللي هي تبقى اللون البيج الهادي ده اهو بالمنظر مثلا ده، هيبقى شكله حلو جدا. طيب دلوقتي الطبق ده علشان تخليه او عشان توصل احساس ان هو متصور بكاميرا فعلا، موضوع الشادو بيكون مهم جدا، ولازم الشادو هنا يبقى مظبوط الى حد ما. طب هنعمل ايه سريعا؟ هبدا اقف على الطبق بالشكل ده وهبدا اخد منه كوبي، ثم بعد كده هبدا اخليه لونه يكون بالاسود بالشكل ده، وزي ما انا كده هبدا اروح هنا الفلتر وقلنا بنختار التلت شيفت. طيب بزود الدايره دي وهبدا انزل وهقلب. بص كده الجزء اللي انا ماسكه ده هبدا اخليه بالشكل ده وهبدا اطلع بيه لفوق، فهتلاقي المنظر بدا يبقى كده بالشكل الحلو قوي ده. بمجرد ما عملت اوكي هتلاقي الشادو بدا يتفرد معاك بالمنظر ده. ممكن انزل بيه شويتين اهو، فكلام جميل. وممكن كنترول تي وابدا ادوس كنترول واشد كده الجزء ده ناحيه تحت، ثم بعد كده ممكن نقلل الاوباسيتي وهنبدا نظبط فيه شويه، بس ايه خلينا نقول ان احنا كده ماشيين كويس. طيب تعال امسك الطبق وانزل بيه لتحت شويه مثلا بالمنظر ده، ثم بعد كده هات لون الشادو الاسود ده هنروح نعمل له لون
لون كده يكون واخد من نفس درجه اللون الارضيه ده وينزل تحت اهو. بص علشان ما يبقاش اللي هو الاسود الغامق قوي، علشان برضو الموضوع يبقى الى حد ما واقعي. طيب خلصت، ممكن اجيب الدايره العاديه وهبدا افرد دايره تحت الطبق بالشكل مثلا ده، وهخلي لونها يكون اسود بالشكل برضو ده، وهعمل نفس الخطوه بس لازم هنا اعمل راسترايز للاير. ثم بعد كده هبدا اروح اهو للتلت شيفت مره ثانيه وهعمل نفس الخطوه بالشكل ده، ولكن المره دي هخلي الشادو يبقى ايه، يبقى جاي من تحت الطبق تقيل شويه اهو علشان يظبط الموضوع اكتر. فلما تيجي تبص على الشادو هتلاقي الموضوع شكله حلو قوي. طيب اللي بعد كده قبل ما نروح عليه وقبل ما اقول لك ايه الخطوات، خليني اقول لك ان كورس حمد دلوقتي بقى متاح بعروض قويه جدا، تقدر تاخد فونت حمد الرابع والخامس والسادس بشكل مجاني مع الكورس ده، غير ان الكورس فيه تحديثات قويه جدا نزلت خلال الايام اللي فاتت، وان شاء الله في تحديثات اقوى تنزل خلال الفتره الجايه. فاسيبك مع الفيديو التسويق اللي اقل من دقيقه ونرجع مع بعض مره ثانيه. دلوقتي كورس حمدي بقى متاح بخصم اكتر من 50% لفتره محدوده، ومن اقوى الحاجات اللي ممكن تشوفها هو ان كورس حمدي بيشمل 4 كورسات، ده غير كمان ان الكورس بيتحدث باستمراريه، كل التحديثات بتجيلك بشكل مجاني بعد الاشتراك، يعني كل فتره تحس ان انت معاك كورس جديد. الكورس بكل بساطه هيبدا ياخدك من مرحله انك زيرو تماما في مجال السوشيال ميديا او المطبوعات لحد لما هخليك تكون عندك القدره انك تشتغل كفريلانسر او في شركات كبيره، لان بكل بساطه ببدا اشرح لك التكنيكس والفنيات اللي تقدر تخليك تصمم ديزاينات سوشيال ميديا بشكل مختلف ومميز وسط العدد الكبير الموجود حاليا وبابسط طريقه ممكن تشوفها في حياتك. والاهم من كده هو مجال المطبوعات اللي هخليك فيه تقدر تصمم اي شغل ورقيات بالتقسيمات والاساسيات بدون اي مشاكل او لخبطه نهائيه، لانك ببساطه ما ينفعش تبقى جرافيك ديزاينر وما تعرفش اي حاجه عن شغل المطبوعات، لان ده بيفرق جدا في راتبك. لو انت مصمم عندك الخبره في السوشيال ميديا والمطبوعات وقتها هتلاقي ان الشركات هي اللي بتقدم لك عروض لانها حابه تشتغل معاك مش العكس. غير كمان انها هفهمك واعلمك فنيات شغل الاوت دور بجميع مقاساته سواء الصغيره او البيلبورد او الاستندات علشان ما يبقاش ناقصك حاجه نهائيا. وبعدها هنروح لكورس التسويق الذاتي، وده هيكون الكورس الثالث معانا، واللي فيها هعلمك ازاي تسوق لنفسك وتبدا تجيب عملاء من مكانك، وازاي تسعر شغلك، وازاي تتعامل مع العميل بدون اي مشاكل او تعديلات كتير. يعني هخلي الديل يتم معاك بنسبه 99% تقريبا باذن الله. واخيرا كورس المونتاج، واللي فيها هعلمك ازاي تبدا تعمل مونتاج زي ما انا بعمل عندي في القناه هنا بالظبط بنفس التريكات والتكنيكس الموجوده دي. فبس يا سيدي لو عايز تعرف كل التفاصيل هتلاقي لينك الواتساب في الديسكربشن تحت، تواصل معايا هتلاقيني هناك، وهناك هقول لك على باقي التفاصيل ويلا بينا. طب يا سيدي خلصت دلوقتي الطبق والشادو والدنيا جميله، تعالى بينا هبدا اروح اجيب التايبو اللي انا عملتها. قلت لك قبل كده جمله ان انت مش لازم تبذل مجهود قوي علشان تعمل ديزاين حلو، فاكر الجمله دي؟ وقلت لك كمان ان الديزاين حلو عباره عن صوره تكون فعلا شكلها حلو للعين ثم تايبو بشكل رايق ويجذب برضو العين. فلو عملت الاثنين عايز اقول لك الموضوع هيفرق معاك جدا. طيب دلوقتي انا جبت التايبو اهو بالشكل ده، خليني الاول اخلي الجزء ده يبقى هو اللي تحت والجزء ده هو اللي يبقى فوق بالشكل البسيط ده، ثم بعد كده همسك التايبو مثلا اهو هبدا اخد منها كوبي، وهمسك اللي تحت هبدا انزل بيها شويه لتحت، وهغير لونها للون لاي درجه لون انت ممكن تبقى شايف ان هي حلوه. على سبيل المثال مثلا انا هاخد الدرجه دي اهو، ثم بعد كده هبدا اعمل دروب شادو مثلا بالشكل ده كده، ثم بعد كده هقول اوكي. طيب لو جينا وقفنا هنا كده بالظبط وابتديت اروح عند الساتوريشن وازود شويه درجه اللون مثلا واحاول اظبط فيها كده، فحلو قوي تمام. طيب انا هنا حسيت ان الموضوع كان ناقصه حاجه، وطبعا زي ما انت شايف الموضوع ساده قوي. فانت لو رحت مثلا دلوقتي على فريبيك وكتبت له هنا شادو مثلا بالشكل ده هتلاقي ان هو بيجيب لك حاجات حلوه تنفع ان انت تحطها في الباك جراوند وتديك لمسه برده محترمه جدا. هبدا اعمل داونلود للشكل ده، ومن هنا هبدا افتحه اهو وهبدا اخده معايا كده على الديزاين، وهبدا اعكسه واخليه مثلا يبقى في الجنب اللي هو ده. فبص كده المنظر عامل ازاي، ممكن اكبره شويه ثم بعد كده اقلل الاوباسيتي شويتين مثلا بالشكل ده، فهتلاقي ان الموضوع بدا يديني شكل حلو قوي بالطريقه دي. طيب اللي هيحصل بعد كده هو ان انا هبدا احط الهوت لاين بالمنظر ده، اللي هو مثلا هبدا اجيب اي فونت وهبدا اكتب مثلا 16 اللي هو بتاعهم اصلا، وبعد كده ببدا اعمل هنا لينك الفيسبوك ببدا اجيبه من هناك وببدا اكتبه، ومن تحتيه سطر صغير للويب سايت بتاعهم. كل البيانات دي موجوده في البيج بتاعتهم، وبحط ايكون فون بالمنظر البسيط ده علشان يديني شكل جمالي بسيط خفيف ما فيهوش اي ازعاج بصري. كلام جميل. لما جيت بصيت على كلمه حلوه كفايه قلت ان هي لازم يتضاف لها حاجه، فلقيت ان جمله حلوياتنا، يعني انا ممكن اكتب اهو حلوياتنا بالشكل ده، ممكن اعمل كشيده مثلا هنا كده، ولقيت ان انا ممكن اصغر دي شويه، ثم بعد كده هبدا اخليها تبقى بكيرف. هبدا اهو هاجي من هنا كده وهبدا اخليها تبقى بكيرف كده شكله حلو. فبص كده برضو الجمله
الجمله شكلها هيبقى عامل ازاي. بصراحه كانت حلوه جدا، حلوياتنا حلوه كفايه. ولقيت ان انا ممكن ازود جمله عادي ثالثه، فقلت ايه بقى، لو ليك في الحلو حلي اهو. وطبعا كان لازم اخلي الكيرف يبقى العكس، فعملت سيلكت وطلعت فوق، خليت ده يبقى العكس بالشكل ده بالمنظر ده كده. ثم بعد كده مسكت الجمله وابتديت اصغرها بالشكل ده. فلما تيجي تبص هتلاقي ان التايبو اكتمل فعلا بشكل رايق قوي. هبدا امسك كل الكلام ده وهبدا اخليه في جروب بكنترول جي بالشكل ده. طيب دلوقتي انت لو بصيت على الديزاين ده لاول مره هتحس ان هو شبه الديزاينات اللي بتنزل للبراندات جدا. طيب لما تيجي تبص على الديزاين من غير ما تفهم الخطوات اتعملت ازاي هتحس ان الموضوع صعب جدا، واللي هو ازاي يا جماعه الموضوع تم. واكيد الموضوع مش بالسهوله اللي انا شرحتها لك دي. انا ما شرحتش اي حاجه غير ان انا قلت لك هات صوره، اعمل كلمه، حط باك جراوند من نفس الهويه، طلع معاك الديزاين ده اللي انا عايز اوصله لك. والله ان الامور بسيطه وابسط مما تتخيل، مش لازم نعقدها ولا لازم ابدا اقول لك ان الموضوع شبه مستحيل. الحوار كله مش كده تماما. تمام، هعتبر ان ده الديزاين الاول، واللي من تحته هبدا ارص 3 ديزاينات بشكل مربع فيديني المنظر اللي بيكون موجود على الفيس بشكل حلو قوي. فاللي اعمله دلوقتي هو ان انا هبدا اروح معاك افتح مقاس مربع عادي جدا اهو. وطبعا الباك جراوند دي هتبقى ثابته معايا، يعني انا هاخد الباك جراوند بالارضيه وهبدا اروح احطها بالشكل ده اهو. ثم بعد كده ممكن ايه صغر مثلا شويه، اظبط كده الكلام. بعد كده خلي اللوجو يبقى يمين سنه. تمام زي الفل. الصور مثلا اللي انا عايزها، اي صور بقى انت ممكن تجيبها براحتك من على شاتر او من على اي موقع. انا مثلا جبت الصوره دي، واللي هعمله فقط ان انا هبدا ارص الحاجات اللي انا حاططها اصلا في الديزاين بتاعي اهو. يعني مثلا ده هبدا اجيبه اصغر مثلا الكلام ده في الحته دي كده، واللي هعمله فوق ان انا هبدا احط الجمله بتاعتي بشكل صغنن كده بالطريقه دي علشان برده ما تشوش على اي حاجه. الصوره ممكن انزل بيها لتحت شويه، الكلمه ممكن انزل بيها شويه اهو. ولو خليت الجروب بتاع الكلمه تحت الشادو هتبقى شكلها حلو قوي. يعني انا مثلا بص هخلي الشادو اهو يبقى من فوق الكلمه، فهيديني ايه، بص كده المنظر اللي حصل ده. ممكن اقلل الاوباستي شويه عادي، فهتلاقي ان الموضوع شكله حلو. تمام. طيب عايزين نعمل شادو بشكل حلو للايد بالاطباق بالحاجات الموجوده دي. كل اللي هعمله ركز معايا، هعمل كوبي لللاير وهاجي تحت اخلي اللاير دي تبقى بالاسود، وهاجي هنا كده عند بلور جاليري وهاجي هنا كده اهو. هغير الجمله دي لاخر واحده وهبدا امسك النقطه دي هخليها ناحيه الكورنر كده بتاع الديزاين. ثم بعد كده هبدا ازود هنا، فبص كده الشادو، بص حرك بقى ايه بالحاجات دي هتفهم هي بتعمل ايه اهو. ثم بعد كده هبدا اعمل اوكي من فوق. ثم بعد كده هبدا اقلل اوباسيتي بالشكل ده، فهتلاقي ان الشادو بدا يديك شكل حلو قوي 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 بالطريقه دي. طيب خلصت الديزاين الاول، هبدا اشيل الصوره اللي في النص فقط وهبدا ابدلها بالصوره الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه وايا كان، وابدا ثبت التايبو باللوجو بكل حاجه زي ما هي مع تغيير الصوره فقط واضافه الشادو. فلك ان تتخيل كميه البساطه اللي ممكن تعمل بها كامبين وهميه طبعا عشان تسوق بيها لنفسك وعشان تقدر تجيب عميل من نفس الحاجه اللي انت بتصمم لها. فبس يا سيدي يعني هسيبك انت بقى تبدا تنفذ وتبدا توريني على جروب حاره مصممين او جروب التليجرام او ايا كان. والاهم من كل ده يا رب يكون كان درس خفيف وبسيط ويكون وضح لك فيه اللي انا عايز اقوله لك بكل بساطه وسلاسه. ما تنساش بقى زي ما قلت لك اشترك في القناه، لايكك، كومنتك التشجيع. الاهم من كل ده هو انك ما تنساش تصلي على النبي، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. اشوفك على خير في رعايه الله.